تعالى خش وشوف ان شاء الله. الفيديو ده مهم جدا 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 للناس اللي بتحب تتابع والناس اللي بتحب تتعامل مع الارنب. طبعا الام دي بلاين، كنت لسه فاطم من حوالي 5 ايام ولادها. طبعا لقيتها ولدت وانا بعدي، طبعا بشوف لقيت المنظر ده. طبعا اما تعدي على المنظر ده ما تنفعش انك تفوت المنظر ده لغاية اما يتم تصليحه. طبعا التبن قل، في نفس الوقت الخلفة هي سقعانة، الخلفة سقعانة. طبعا لازم نتصرف بسرعة بالتبن، وفي نفس الوقت نزود التبن. وتاني هام ننتف من الأم شعر، لو عندنا شعر عينينه نحط، مفيش أي مشكلة. بس أهم حاجة لو هتحط شعر أمهات تانية ما يكونش ده مفتوح، لازم أن تكون قافل الصندوق. أما لو شعر الأم مفيش أي مشكلة انك تسيب الصندوق مفتوح لمدة يوم وبعد كده ترضع رضاعة حابسة. تعالوا بقى افرجكم هنعمل ايه في الصندوق ده وهيتم معالجته ازاي عشان كل الناس تفهم وكل الناس تستمر في الشغل. طبعا يا جماعة الفيديو ده مهم، انا عايزكم تتكوا عليه شوية بالنسبة للناس اللي بتشتكي من امراض الخلفة والخلفة اللي بتموت والخلفة المبللة اللي هي من قلة نظافة الصندوق. طبعا انا اتصرفت بسرعة اهو حطيت الخلفة بالشعر. تمام، هوريكم الصندوق من المنظر ده، هيبقى المنظر تاني دلوقتي. طبعا اول حاجة عملتها اللي انا دلوقتي حطيت تبن اهو. تبن اهوت يا جماعة احطه، دي مبدئيا. بعد كده تعالوا ما اوريكم بقى الخدعة. هننتف من الام شوية شعر وهنعمل طريقة كويسة. طبعا يا جماعة طريقة النتف زي ما انا عودتكم اللي هو بيبقى حوالين الضلع وكتاف الرجل، دي هو التنتيف. تعالوا بقى ما نوريكم احنا عملنا ايه في الصندوق. طبعا بعد ما نتفنا، شوف انا بعمل في التبن في الشعر ازاي يا جماعه. ليه بقى بنعمل الطريقه ديت بقى بالذات في التبن؟ طبعا شعر الام بيلم التبن، فبيصبح بقى دي بيعمل تدفئه للاطفال بالنسبه للجو اللي احنا فيه. كده بتدفي الاطفال. طريقه سهله يا جماعه ومش هتاخد منك وقت. طبعا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه حطات الخلفه زي ما انتم شايفين اهو. خلفه لسه مواليد طبعا اهو. بيبدأ بقى انزل شعر الام اللي انا خدته في الاول اهو اهو. الموضوع سهل وبسيط يا جماعة اهو. طبعا انا طبعا يعني الصندوق ده انا حاطط كل الشعر، هو شعر الام، هو شعر الام عشان خاطر انا هفتح الصندوق لان الاطفال جعانة. وفي نفس الوقت الام فيها نسبة عايزة ترضع، فانا دلوقتي ما ينفعش ارضع حبيس في اول الولادة كده، لازم نعود الام تخش ترضع الاول او اقفل عليهم وتاني يوم ارضع، مفيش ايه مشكله. طبعا انا اتعاملت في الصندوق بسرعه. طبعا كده الخلفه شايفين المنظر والجمال، شايفين. يا ريت يا جماعه كله يقدر التعب والمجهود اللي احنا بنعلمه لكم، وعايزين كل الناس تشير الفيديو ده، وعايزين كل الناس برضو تهتم. مش انا كده حطيت الخلفه بقى هسيبهم لحد ال15 يوم وافتح الصندوق وخلاص، لا، لازم كل اسبوع كده تعمل لك فيلم كده في الصندوق عشان ما خاطر ما تلاقيش بقى خلفة مبللة، ما تلاقيش المشاكل اللي بتقابلك دي. المشاكل اللي احنا بنشوفها على النت دي يا جماعة بلاش. طبعا حطيت الام اهوت وفتحت الصندوق لحد بكرة بس، وان شاء الله هيتم ايه قفل الصندوق وهنكمل رضاعة حبيسة. طبعا اهو. وطبعا غطيت الصندوق من بره وقفلت كده. شكرا على التحية، وهنقفل على الام اهو. الموضوع ما خدش اي وقت يا جماعة، 5 دقايق تكون عامل الصندوق زي ده. وطبعا بتحط تحت ورقة عشان خاطر التبن ما يقعش منك ولا شعر الام، في نفس الوقت الخلفة تكون متدفية كويس. ان شاء الله مستني اشوف الفيديو ده هيطلع كام لايك،
وهنشوف برضه تقديركم في كام تعليق كومنت منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.